السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو بتاعنا النهاردة هنعمل فيه القرنبيط بطريقة ولا أروع من كده، وكمان هيفضل مقرمش معاكي لحد آخر حتة فيه حتى بعد ما يبرد. وطبعا هنعمل جنبه طبق السلطة بكل المكونات الخضراء اللي انت شايفاها دي. بس قبل ما نبدأ مع بعض الفيديو، لو أول مرة تمري على قناتي يا ريت ما تنسيش تدعميني بالاشتراك في القناة ولايك وشير وتفعلي الجرس على الكل. ونبدأ مع بعض بسم الله. في الأول طبعا أنا جبت القرنبيطة بتاعتي وغسلتها كويس جدا وقطعتها بالمقدار اللي انا عاوزاه، عايزاها قطعة كبيرة عايزاها قطعة صغيرة فحسب راحتك انت. هنا انا كنت حاطة حلة على النار فيها مية بتغلي طبعا عشان نسلق فيها القرنبيط بتاعنا. تمام. المية بتبدأ في الغليان هنا، اعذريني انا اسفة جدا ان النور كان قطع كالمعتاد. طبعا بعد ما المية غليت هنزل فيها معلقة كمون كده. تمام. ومعلقة ملح، وبعدين هنزل بالقرنبيط بتاعي المتقطع وهسيبه يغلي في المية لمدة من 6 ل7 دقايق. انا مش عايزاه يتهري معايا، عامل زي الورد يا جماعه، عامل زي الفل. وهنا طبعا انا محضره مصفى علشان اول ما اطلع القرنبيط هصفيه على طول. افضلي قلبيه من دقيقه للتانية كده كده. تمام. بعد ما اتسلق معايا هبدا اشيله واحطه في المصفى يصفي الميه اللي فيه لحد ما نحضر الخلطه مع بعض. تمام زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. كده تمام. بعد ما اتسلق معانا وشلناه هنبدا نحضر الخلطه مع بعض. هنا الحمد لله كان النور جه يا جماعه. هنا معايا كوبايه دقيق، ربع من النشا، ومعانا معلقة بابريكا، معلقة كمون، معلقة فلفل أسمر، معلقة كزبرة، ملح حسب الرغبة، وكمان معايا 2 بيضة مخفوقة وربطة كزبرة مغسولة ومتقطعة ناعم. نبدأ نجهز المكونات مع بعض. هننزل الأول بكوباية الدقيق، وكمان هنزل بربع كوباية من النشا زي ما انتم شايفين، وبعدين هنزل بالبهارات بتاعتي، معلقة فلفل، معلقة كمون، معلقة كزبرة، معلقة بابريكا، والملح حسب رغبتك انتي زي ما انتم شايفين. وطبعا هنخلط المكونات كلها مع بعض كويس كده. تمام. هنقلب تقليبة كمان علشان البهارات كلها تبقى ممزوجة بالدقيق كويس والنشا. تمام. وبعد ما خلطتهم كويس مع بعض هنزل بالبيض واقلب كويس جدا، وهاخد نص ربطة الكزبرة علشان هستخدم النص التاني هتشوفوه معانا دلوقتي. يعني هاخد حوالي شوية حلوين كده واحطهم على الخليط بتاعنا. وادي دي معلقة بيكنج باودر، وكمان معلقة صغيرة من الثوم. وهنا معانا مية دافية هننزل بيها بالتدريج لحد ما نوصل للقوام اللي احنا عاوزينه كده. تمام. ولا تقيل ولا خفيف. هنا انا كنت مجهزة طبعا طاسة على النار فيها زيت غزير، وكل حاجة متظبطة جنب بعض يا جماعة. القرنبيط جنب الخلطة، بنزل بالقرنبيط في الخلطة وبعدين انزل بيه على الدقيق السخن وابتدي اقلب. وادي اول طاسة طلعت معانا، ما شاء الله ولا قوة الا بالله، مقرمش روعة يا جماعة، وطعمه ولا اروع من كده، بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله. وطبعا الطاسة التانية دي معانا، انا هوريكم ازاي هيطلع كله مقرمش معانا في النهاية، شكله روعة وطعمه اروع، بسم الله ما شاء الله. وادي النتيجة النهائية بتاعتنا بعد ما خلصنا. يا جماعة يجنن، يا ريت تجربوها اقسم بالله، تحفة تحفة تحفة. يا ريت ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناة ولايك وشير ونفعل الجرس على الكل يا جماعة. وده طبق السلطة المعتبر بتاعنا، فيه كل المكونات الخضراء، فلفل وطماطم وخيار وجزر وبصل وكل المكونات اللي تتخيلها في الطبق ده. الأكلة دي من الآخر فيها قيمة غذائية عالية جدا من ناحية القرنبيط والسلطة. يا ريت يا جماعة لو الفيديو بتاعي النهاردة عجبكم أو استفدتم ولو بحاجة بسيطة،
ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناة ولايك وشير ونفعل الجرس على الكل، ودعوة حلوة من القلب. والسلام عليكم ورحمة الله.